السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهاردة خامس يوم رمضان، اخيرا عملنا المحشي. الحقيقة زي ما قلت لكم ان انا كان نفسي اعمله اول يوم رمضان، بس ما ربنا ما ييسرش، يعني ما كانش في عندي حاجة جاهزة. وكمان كان الحاجة يعني غالية قوي. يعني عندي كيلو البتنجان الابيض كان ب30 جنيه، الاسمر كان ب25، الفلفل الرومي كان ب20، الكرنب برضو غالي. لكن انا بقى الحمد لله كده النهاردة، يعني قبل ما اعمل بيوم جاني الكرنب ده هدية من عند اخويا. هو بيزرع يعني اي حاجة طبعا بيزرعها بيوزع علينا انا واخواتي، يعني ربنا يكرمه يا رب ويوسع عليه، وربنا يرزقه من حيث لا يحتسب. فهنا انا بدأت بقى اجهز للمحشي قبلها بيوم بعد الفطار كده، بعد ما فطرنا كده وصلينا. مسكت اول حاجة مسكت فيها طبعا، انا بجهز الخلطة. حطيت البصل ومعاه معلقة من الكزبرة، ومعاه معلقة كمان من الكمون، ومعلقة من الثوم، وبدأت أقلب فيهم كده. هو ده كده لون البصل مش غامق، هي الحاجات اللي أنا حطاها بس، التوابل اللي حطيتها بس. الحقيقة الطريقة دي بتخلي الريحة للتسبيكة ريحتها بتبقى جميلة جدا. وبعد كده بقى يعني أنا ما خليتوش لونه غماء زي ما حضراتكم شايفين كده. نزلت عليه الطماطم، وهبدأ بقى احط التوابل بتاعتي، شوية ملح وفلفل اسمر، نص معلقة كده سكر، بابريكا، شوية شطة قليلين، ده حسب الطلب برضو. هنا بقى اتسبكت، هشيل منها بقى حبة من التسبيكة كده على جنب، وهبقى اقول لكم ليه. كده انا بقى يعني سبكت وسبتها. تاني يوم بقى اليوم اللي انا يعني هبدأ ان انا احشي فيه، نزلت بقى عليها الرز والخضرة كده، وبدأت اقلبها كويس قوي. ما سبتهاش على النار اكتر من 5 دقايق عشان الرز ما يتهريش، يبقى الرزية سليمة كده معايا. وهنا حضرت الكرومبة زي ما كلنا عارفين، وضبطها من فوق كده. والورق الخارجي دوت غسلته. وبعد كده بقى سلقت الكرنب. ما قدرتش اجيب لكم طبعا ان يعني وانا بقطع الكرنب ولا المراحل دي كلنا طبعا عارفينها. وكمان كان في حاجة يعني في حصلت في التليفون كده، فقعدت شوية يعني وانا بجهز، قعدت شوية على ما التليفون رجع يشتغل تاني. كلنا طبعا عارفين المراحل دي. هنا بقى انا المحشي هعمل معاه بطاية. طبعا احلى حاجة لو متاح ليكي ان انت تعملي بط مع المحشي، لو مفيش الفراخ بتبقى جميلة برضو. فانا عندي البطاية دي، ما عملتهاش اول يوم طبعا. بعملها بطريقة معينة، كنت غسلاها ونقعاها، عامله لها محلول نقع زي ما احنا متعودين. مية، وبضيف عليها سكر، ويعني حوالي 3 معالق سكر، و3 معالق ملح وخل وليمون. وبسيبها لمدة ساعتين 3 ساعات زي ما انتوا عايزين. يبقى كل ما تسيبيها يبقى افضل، بتنزل الزفارة اللي فيها. وحشياها بحاجات معينة كده. انا ساب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، كنت عاملاها معاكم قبل كده. هنا بقى انا فرشت الحله اللي هو الورق الاخضر، والحاجات اللي هي الزوايد اللي باقيه بعد ما وضبت الورق بتاع الكرنب عشان المحشي بتاعي ما يتلسعش. وبرضو هنا حشيت الكوسه دي، كان عندي في التلاجة. حشيتها طبعا، ما بملاش الكوسه قوي عشان الرز لما يزيد معايا الكوسه ما تتفتحش مني. وده الحاجات اللي انا مطلعاها من الكوسه بعد التقوير. ضفت عليها معلقتين رز، وكمان هضيف عليها شوية كزبرة على كمون، وشوية فلفل اسمر، وقلبتها كويس وفرشت بيها الحلة كده من تحت. وهنا البطاية بتاعتي استوت. طبعا انا مقفلاها بالخلة كويس، مش هفتحها الا بعد ما حمرتها يعني. وكده السفرة بتاعتنا جاهزة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو انتوا جداد في قناتي اتمنى لايك حلو، وتشرفوني بالاشتراك في القناة، والقاكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.